السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقدم لكم فيديو جديد على القناة، اتمنى ان هو يعجبكم. النهارده الفيديو بتاعنا بيتكلم عن موضوع مهم جدا 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 يخص كل بنوتة جميلة لسه داخلة المطبخ مبتدئة فيه، او عروسة جديدة، او حد مش بيعرف يظبط الملح عامة في الاكل بتاعه. في شوية تريكات كده صغيرة ممكن تاخدي بالك منها وممكن متاخديش بالك منها، فانا هحاول اقولك على كل اللي تقدري، اللي انا اقدر افيدكم بيه النهاردة ان شاء الله. من خلال الفيديو ده تقدري تتعلمي ازاي تاخدي بالك من الملح في الاكل، بحيث ان هو ولا يطلع زايد ولا يطلع ناقص، وان شاء الله يطلع معاكي مظبوط. الملح من اساسيات الطبخ، سواء حلو او حادق او مملح او يعني اللي هو المخلل والحاجات دي. الملح اساس كل حاجة. رشة الملح هي اللي بتظبط الدنيا، هي اللي بتدي الطعم للاكل، هي اللي بتدي نفس الاكل، دي حاجة معروفة. بخلاف البهارات طبعا، بس الاساسي هو الملح. في هقولك شوية حاجات كده وشوية تريكات صغيرة ان شاء الله تاخدي بالك منها وانتي بتحضري اكلك، بحيث ان انتي الاكل ما يطلعش معاكي اوفر في الملح بتاعه. آه في ايه تاني؟ انا عايزه اقولك ان الملح بيختلف ما بين المعجنات، ما بين المخللات والحوائق والموالح، وما بين الاكل والطبيخ، وما بين الرز والمكرونه، وما بين التتبيلات عامه. الملح داخل في حياتنا بشكل عام جدا في قلب المطبخ، دي حاجه اساسيه جدا. آه خلينا نبتدي اول حاجه بالمعجنات. هقولك تتصرفي ازاي في المعجنات. احنا دلوقتي بنعمل مثلا لو يكن فطير، الفطير حادق او حلو، اللي عودي نفسك لما تكوني بتعملي حاجه حلوه يبقى هي ذره ملح صغيره حسب المقدار اللي انت عم تعمليه. يعني لو هتعملي مثلا نص دقيق، كوبايتين ثلاثه، يعني ذره باحساس ايدك كده. ذره الملح دي بتختلف بتظبط طعم الحاجات الحلوة كويس جدا، حتى على الكيك بتدي برضو بتظبط طعم الكيك رشة الملح دي. بسم الله الرحمن الرحيم. وايه تاني؟ بالنسبة بقى للمعجنات الحوادق، آه لازم نزود فيها سنة الملح. ليه؟ لما تيجي تاكلي المعجنات مثلا آه زي رقاق الطري، زي مثلا ايه تاني، زي الكرواسون مثلا اللي بالجبنة، زي الفطير مثلا اللي انت هتعمليه عشان اللي هو الحادق، يبقى لازم الملح فيه. شفتي سنة الإحساس اللي انت حطيتها في الحلو، لا ممكن نزودوها سنة أو سنتين كمان، أو ممكن نحطها نص معلقة كده على مثلا آه، نص كيلو دقيق، ممكن نحط عليه نص معلقة، حلوة قوي. لو انت عايزة تشتغلي الملح بالجرامات أنا عايزة أقولك بالورقة أو القلم وبالجرام. الكيلو فيه 1000 جرام. مش كل 100 جرام، كل 100 جرام في الأكل بتحطي جرام واحد ملح. كل 100 جرام تحطي عليه 100 جرام واحد. يعني لو انت حاطة 500 جرام، يعني نص كيلو، هتحطي 5 جرام ملح. لو انت هتعملي نص كيلو مثلا رز، نص كيلو ايا كان اللي هتعمليه الحاجه، نص كيلو يعني نص كيلو يعني 500 جرام، هتحطي قصادهم 5 جرام ملح لو انت هتشتغلي بالمعايير دي. في حاجه كمان عايزه اكلمكم عليها. انا عايزه اقولك انت الملح من خلال الممارسه هتظبطيه مع نفسك. يعني انت هيجي عليكي وقت هتلاقي نفسك ظابطه الدنيا كده، بس بالممارسه العامة كل يوم في المطبخ. يعني انت كل يوم بتعملي اكل، كل يوم بتبقي عارفة اولك من اخرك في الاكل، فايدك واحدة واحدة هتاخدي على انك تظبطي الملح في الاكل. في حاجة تانية انا كنت بعملها برضو، ممكن اقولك عليها، ممكن تفيدك. انا دايما انا لما كنت لسه صغننة، يعني بنوتة صغيرة بتعلم، كنت دايما البرطمان بتاع الملح ده لازم حاطة جواه معلقة. ايا كان بقى المعلقه اللي انت عايزه تستخدمها، معلقه مثلا اللي هي الايس كريم الجيلاتي مثلا، معلقه قديمه ما عندك مش عايزاها، اي معلقه بلاستيك عندك مش محتاجاها، كنت دايما حاطاها في قلبي.
لما كنت اجي اعمل الرز مثلا، أنا هعمل النهارده مثلا نص كيلو او كوبايتين او 3 كوبايات، كنت احط مثلا ايه، انا من حاسه ان هو ادوق، حاطه معلقه ادوق. لما اجي احط المعلقه دي اروح مقلباه كويس جدا وادوقه. المهم لما ادوقه الاقي طعمه حلو ولا لا. في ناس على فكره مش بتعرف تدوق، يعني في ناس بتحط الملح ومن كتر ما هو بيطلع حادق معاها مش بتعرف تتذوق ان هو حلو ولا حادق. المهم انا حطيت بقى المعلقه دي النهارده على شويه الرز اللي انا طبختهم النهارده دول، او دول الرز ده طبيعي انا بطبخ الكميه دي كل مره مثلا. فانا لما حطيت النهارده الملح ده لقيته زايد، يبقى انا هعرف بقى المره الجايه خلاص، انا علمت نفسي وعلمت المعلقه، يبقى المره الجايه هقلل المعلقه دي شويه. طلع عادل معايا، يبقى المره الجايه هزود سن عن المعلقه دي. المهم ان انا كده ايه، اخدت واديت في المقدار بتاع الملح. وايه تاني، بسم الله الرحمن الرحيم. آه الملح زي ما قلت لك بيختلف انواعه من الاكلات، من اكل لاكل. خلينا ندخل في تاني حاجه، احنا خلصنا كده المعجنات وعرفنا المعجنات ممكن تحطي قد ايه ملح. يلا بقى ندخل في التتبيلات. التتبيلات دي حاجه مهمه جدا 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 جدا، وممكن الحاجه تحدق بسبب التتبيلات اللي احنا بنعملها. طب ليه؟ اول حاجه في التتبيلات، احنا لما نيجي نتبل مثلا فراخ وليكن يعني فراخ، النهارده انا هتبلها من بالليل عشان هقوم اشتغل فيها مثلا الصبح اللي هو الساعه كام، الساعه 10 11 مثلا الظهر، وانا متبلاها مثلا الساعه 10 بالليل 11 بالليل، يعني هتقعد 12 ساعه تقريبا في التتبيله او اكتر او اقل. طيب انا دلوقتي حطيت لها مثلا، لو انا هحط مثلا معلقتين ملح على الفراخ ديت، كون انها تبات بالتتبيله بتاعتها لتاني يوم، ما ايه بالتالي هتحدق. انت كده تعتبر انت خللتيها. لازم نقلل مقدار الملح في التتبيلات، خصوصا التتبيلات اللي بتقعد وقت طويل معانا. وناخد بالنا كمان من حاجة كمان، مرقة الدجاج او مرقة او مكعبات الماجي اللي احنا بنحطها دايما في التتبيلات. إيه، اي نعم بتدي الاكل تيست عالي جدا وحلو جدا، لان هي فيها اللي هو ايه، الملح الصيني او الملح اللي هو ملح الصوديوم. المهم اللي هو ملح الصين ده اللي هو بيدي تيست عالي للاكل كده، يبقى تحسي ان انت ايه، كأنك جايبه اكل من بره. المهم مرقة الدجاج دي بتبقى كلها عبارة عن ملح، فحاولي لما تيجي تحطي مرقة الدجاج دي على الأكل، أيا كان الأكل اللي انت بتحطيه، يبقى لازم نقلل في الملح بتاعها. لازم نقلل، لأن مكعب من مرقة الدجاج ده تقريبا بيبقى 3/4 ملح، بيبقى جزء كبير اللي فيه عشان هو دوت المادة الحافظة بتاعته، فبيبقى جزء كبير جدا ملح. لازم ناخده برضو في التتبيلات اللي احنا بنعملها، لازم ناخد بالنا من الليمون والخل والصويا صوص وتبس الرمان والحاجات الكتير اللي احنا بنحطها على التتبيلات دي. لازم ناخد بالنا ان هي برضو فيها كمية موالح او كمية املاح، فالملوحة اللي فيها برضو بتأثر على كمية الملح. ما يجيش انا احط مثلا على تتبيلة الفراخ النهاردة احط عليها معلقتين ملح عشان هي عايزة معلقتين ملح، وانسى مكعب الماجي، وانسى تبسول الرمان، وانسى الصويا صوص اللي انا حاطه فيه، وانسى الخل، وانسى الليمون، وانسى كل ده. لا، ما ينفعش، لازم نعادل الموضوع ده. لازم تاخدي بالك جدا، انا هتبل ساعتين مثلا، يبقى الساعتين دول اظبط الملح اللي انا عايزاه. ما يهمنيش الملح لو زاد سنه، مش هتفرق معايا. ليه بقى؟ لان الساعتين مش هتلحق الفراخ تتشرب الملح اللي في التتبيله كلها. لكن لما تبات يوم كامل، او تبات 12 ساعه 13 ساعه 14 ساعه في التلاجة في قلب التتبيله، لا حرفيا كده تطلع حادقه. يبقى لازم نقلل ملحنا في التتبيلات عامة. طب بالنسبة للسمك مثلا، أنا دلوقتي عاملة سمك. آه أنا النهاردة أنا رحت مثلا الصبح اشتريت سمك، نضفته وتبلته وجهزته بحيث إن هو يبقى جاهز معايا على الأقل. ما يجيش بقى أنا هقلي كمان مثلا 6 ساعات هروح أتبله التتبيلة القوية بتاعته، أو آه أزود ملحه. لا، أخلي الملح بتاعه قليل عن المعتاد اللي أنا بحطه فيه. يعني انا لو بحط معلقه ملح على تتبيله السمك، لا اخليها مثلا 3/4 معلقه، بحيث ان هو هيقعد وقت معايا مثلا ايه، بتاع 6 ساعات 5 ساعات معايا في التتبيله. السمك بيحدق بسرعه، فلازم ناخد بالنا من النقطه دي برضو، من ضمن الحاجات اللي احنا ناخد بالنا منها. ومتنسوش الخل والليمون ضمن الموالح، لانها برضو بتكتر نسبه الملح فيها. طبعا اي حاجه تانية هي كده التتبيلات كده تقريبا، انا اتكلمت على كل حاجه فيها تقريبا.
آم، ندخل بقى ايه على حاجة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل على ايه؟ نتكلم عن الرز. نص كيلو رز، متهيألي عليه يعني معلقة الشاي الصغيرة ممسوحة، حلو قوي، حلو قوي. ملح، معلقة الشاي الصغيرة ممسوحة، حلو جدا. ومهم لما تيجي تعمليه المرة دي دوقي برضو، لما بعد ما تخلصي أكلك دوقي. لو هو عادب هنعرفه نعالجوه، يعني يبقى المرة الجاية هنزود الملح سنة. لو هو حادق، لأن ممكن المعلقة بتاعتك تكون كبيرة، لو هو حادق يبقى المرة الجاية نقلل سنة في الملح. آم، وعشان تضمني ان الرز ما يبقاش فيه ملح عامل، يعني في ناس بتعمل رز، بس الرز تلاقي الرز المملح من تحت. يبقى لما نيجي نحط ميه الرز ندوب الملح كويس جدا والميه هي بتغلي على النار، بنحط ميه سخنه على الرز وبندوب فيها الملح كويس جدا بالتقليب المستمر مع الرز والميه، عشان ما يبقاش فيه، عشان نضمنه ان كل الملح يتوزع في كل المناطق بتاعه الرز. آه، نتكلم عن ايه تاني؟ الحاجات بقى ايه اللي هي الخفيفة، مثلا زي قلي البيض، زي البطاطس، زي البتنجان. عايزة اقولك البطاطس لو انتي غسلتيها، قطعتيها وغسلتيها ورشيتي عليها معلقة ملح وقلبتيها كويس في المعلقة دي، وبعد كده سخنتي الزيت وقلبتيها، مش هتحتاج لملح تاني خلاص، هي كده مش محتاجة الملح. لكن لو احنا آه لا، انا عايزة الملح براها، يبقى لما تحمريها تغسليها كويس جدا وتحمريها، وبعد ما تطلعيها ترشي الملح بتاعها. في طعم بقى احنا بنشتريه من بره ساعات عشان نطعم بيه البطاطس، عشان يديها طعم جبنه، طعم فراخ، طعم كاتشب، طعم طماطم، اي حاجه من الحاجات ديت. الطعم دوت لما تشتري لاحظي ان هو عليه ملح، لما تجيبيه متحطيش ملح على البطاطس، وشي هو، بخلاف انك ترشي ملح عليه. يعني لو انت حابه بقى الملح يبقى زياده سنه، ممكن ترشي سنه ملح. في ناس بتحط مرقه الدجاج دي على البطاطس، بعد ما تطلع حطي مرقه الدجاج بس، ما تحطيش اي حاجه تانية معاها، لان هي فيها كميه ملح كويسه جدا تكفي ان انت تعملي انك ترشيها كده على البطاطس. البهارات خلي بالكم برضو فيها كمية ملح برضو. لما العطارين لما بيبقى عندهم البهارات دي بيخزنوا بقى فيها ملح عشان الملح يحفظها. الملح بيحفظ البهارات جدا. فلاحظوا ان البهارات، يعني عندك الكبسة، لما تيجي تعملي الكبسة مثلا، بهارات الكبسة بيبقى فيها ملح، يبقى لازم نقلل الملح بتاعنا، ناخدوا بالنا من الحتة دي. في بهارات كتير جدا احنا بنجيبها جاهزة من بره، بتبقى اكترها فيها ملح. لما تيجي تحطي البهارات على الاكل يبقى تاخدي بالك من الحته دي برضه. بصي بقى، اهم حاجه انا عندي في حاجه برضه عايزه اتكلم عليها، البتنجان ده من اهم الحاجات اللي انا بحبها جدا جدا جدا، وليها معامله خاصه خصوصا في الملح بتاعها. ازاي بقى؟ البتنجان حساس جدا، بيشم ريحه الملح بيحدق. فاحنا لازم لما نيجي نعمل التتبيله بتاعته لازم نحاول الملح ده يبقى ذره خفيفه جدا، سواء بنحط التوم على هريسة الشطة او نعمله تتبيله لوحده. لازم ملح البتنجان دوت ناخده بالنا اللي يبقى قليل جدا. لو انت التتبيله دي فيها ملح قوي يبقى لازم نقلله التتبيله دي عليه، ما نحطش التتبيله دي كتير عليه. حطيتي ليمون وخل على البتنجان يبقى الملح لازم يقل جدا جدا جدا. يعني بصي ربع معلقه كده وخلاص كفايه قوي، هيظبط معاكي طعم البتنجان. في المخللات بقى، المخللات انا عايزه اقول لك يعني خلينا نتفقوا مع بعض ان المخللات المحلول الملح بتاعها بياخد 6 معالق كبيره. عشان تضمني المخللات تبقى كويسه معاكي لازم نغلي الميه بتاعتها كويس جدا ونخليها تبرد تماما، ونحللها ب6 معالق ملح. طب المخللات دي بتختلف على فكره من مخلل لمخلل، يعني ما بتقوليش مخلل الليمون زي مخلل اللفت زي مخلل البتنجان زي، لا، ممكن نحط من 4 ل5 معالق حسب المخلل اللي انت بتعمليه. يعني انت شايفه ان الليمون مثلا آه كفايه عليه 4 معالق، 4 معالق ونص، 5 معالق كفايه قوي عليه، ما نحطوش ال6 معالق، لا نقلل في الملح بتاعه. لا، اللفت والبتنجان لا، نحط ال6 معالق على لتر ميه، لتر ميه، حلو جدا. كده حلو. يبقى اصبحنا كده المخللات عفوا، يبقى كده اصبحنا المخللات المحلول الملح بتاعها 6 معالق كبيرة ممسوحة على المخلل، على ال1 لتر مية. حلو قوي قوي كده. ممكن تقللي بس متكتريش،
ممكن تقللي تخليهم 5، ممكن تخليهم 4 حسب نوع المخلل اللي قدامك، بس متكترين. اتفقنا على كده. في ايه تاني بقى كمان؟ في الموالح. طبعا احنا كشعب مصر بنموت في الموالح، السردين والفسيخ والحاجات ديت اللي الناس كلها بتعشقها. عايزه اقولك احلى ملح ليها الملح الخشن اللي عند العطار. لما تيجي تشتري، في ناس بتبيعه بالكيلو، يعني ممكن تشتري ربع ونص والكلام ده، وفي ناس بتبيعه في اكياس. الملح الخشن ده افضل نوع ليهم. ليه بقى؟ مش بيحدق مهما تحطي كميته، مهما كترت. تعرفي ان الحاجه دي مش هتحدق جامد. الملوحه اللي فيه مش عاليه زي الملح الناعم بتاع البيت. ملح البيت بيبقى ناعم جدا، بيبقى الملوحه فيه عاليه جدا. لكن الملح الخشن ده بيبقى بلورات كده صغيره، آه، مش بتحدق. فهو احسن حاجه عشان تعملي فسيخ او سردين، يبقى احسن حاجه ان احنا نجيبه الملح الخشن ده. مفيش الملح الخشن ده يبقى نعمله ملح البيت بس بمقادير بقى معينه. يعني مثلا يعني نعمله كيلو فسيخ مكترش، يعني حوالي 4 5 معالق ملح كده. المهم منكترش الملح بتاعنا كتير عشان هيحدق. انت لاحظي ان السردين مش بيغيب زي الفسيخ. يعني ممكن سردين اسبوع 10 ايام ممكن تاكلي منه، لكن الفسيخ لا، بيغيب، بيقعد بال20 يوم و15 يوم، ممكن يقعد بالشهر عقبال ما يستوي معاكي حسب الحجم السمكه اللي معاكي. آم، فبرضه خدي بالك من الموضوع ده. فالملح لو جبتيه اللي هو الخشن اللي عند العطار، لا ممكن تكتري منه عادي، مش مشكله. لكن الملح الخشن بتاع الملح بتاع البيت يبقى نقلل الكميه شويه، بحيث ان الحاجه تبقى ايه، عادبه معاكي كده وتاكليها ما تعطشكيش على الاقل. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه تاني؟ في حاجه تانية؟ بصي بقى، احنا كده تقريبا اتكلمنا على كل حاجه. آه بصي بقى، انا عايزه اديك نصيحه صغيره. خلي قلبك جامد. اتعلمي وبوظي، اتعلمي وبوظي، ميهمكيش. اتعلمي وبوظي. احنا ياما اتعلمنا وياما بوظنا، عشان كده بقينا نعرف ونطبخ وبقينا شاطرين في مطبخنا. مفيش حد بيتعلم ببلاش، والله ما في حد بيتعلم ببلاش. فانتي ما تخافيش. لو الاكله باظت منك النهارده، صدقيني بكره هتقدري تظبطيها وهتطلع احلى حاجه في الدنيا. اه لو في حاجه انا نسيتها، اتمنى تكتبوها لي في الكومنتات، ان انا نسيت كذا او اتكلم عن كذا. ان شاء الله اتكلم معاكم في مواضيع زي ديت. بحس ان انا ايه، بنوتات اللي بتبقى قلقانه من المطبخ لا تتجدعن كده وتشد حيلها وتخلي قلبها جامد وما تخافش. آه، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم النهارده. اتمنى انا اسفه ان انا طولت عليكم. اتمنى ان هو يكون عجبكم، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منه. آه، وفي الاخر وليس اخرا باذن الله، دمت في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.